مش عارف تبدأ منين ولا تبدأ ازاي. انا عارف كويس انك عايز تتعلم انجليزي، عارف كويس انك عايز تبدأ انجليزي من البداية، عايز تبدأ انجليزي من الصفر، عارف كويس انك عايز تتأسس في الانجليزي، لكن مش عارف هتبدأ ازاي او هتبدأ منين او هتبدأ كيف. او بشكل عام يعني انت من جواك عايز تتعلم انجليزي ومستعد، لكن مش عارف تبدأ منين وتبدأ ازاي وتبدأ كيف. وده اللي هنعرفه النهارده. انا جبت لك الانجليزي ده، هجيب لك الخلاصه فيه، هقول لك تبدأ منين وتبدأ ازاي وتبدأ كيف، وهجيب لك كل حاجه لحد عندك. عارف كويس انك سألت على الكورسات وسألت على المنصات وكل ده بفلوس، وانت عايز حاجه ببلاش، وانت عندك حق. في قنوات تحفه بتعلم ببلاش، قنوات تحفه من الاخر يعني، وفعلا بتعلم ببلاش. وتعالى مع بعض نتعرف على الحوار ده. لو انت بقى اول مره تشوف القناه، ما تنساش تعمل اشتراك في القناه وتعمل لايك للفيديو عشان زمايلك يستفادوا، وما تبخلش بالاشتراك. وتعالى بقى اقول لك تبدا ازاي ومنين. ندخل في الموضوع على طول. انت كواحد حتى لو شفت قناه على اليوتيوب مش عارف برضه هتبدا منين، هقول لك كل حاجه. بص، في 3 قنوات على اليوتيوب، 3 قنوات على اليوتيوب بيعلموا انجليزي تحفه ومن البدايه. نبدا مع بعض كده واحده واحده. اول قناه على اليوتيوب بتعلم انجليزي تحفه ذا امريكان انجلش، دي ما فيهاش كلام، دي احسن قناه على اليوتيوب بتعلم انجليزي، احسن قناه وافضل قناه واسهلهم. القناه دي من الاخر يعني محترفه في الانجليزي، اللي بيشرح فيها المستر ابراهيم عادل. ودي قناه من الاخر تقريبا دلوقتي داخل على 10 مليون مشترك، سواء طالب ثانوي بيتابع فيها، طالب جامعه بيتابع برضه فيها، واللي مخلصين كليات برضه بيتابعوا فيها. طب نبدا منين؟ هقول لك. انت كواحد عايز تبدا من الصفر، حتى لو دخلت على القناه مش هتعرف تبدا منين. انا بقى افتح التعليقات، تعال على نفسك وافتح التعليقات. في اول تعليق هتلاقي اول حاجه القناه، الرابط بتاع القناه. بس بقى مش القناه نفسها عشان ما تقعدش تدور وتتعب نفسك. انا حاطط لك الروابط بتاع قائمه التشغيل. اللي ما يعرفش يعني قائمه التشغيل، قائمه التشغيل دي بتبقى عباره عن قائمه جواها مثلا 30 فيديو 40 فيديو، يعني قائمه لحاجه معينه. اول قائمه هتلاقيها في التعليقات قائمه التشغيل بتاع ازاي تبدا انجليزي من الصفر، يعني تعليم اللغه الانجليزيه من الصفر. عباره عن حلقات، الحلقه الاولى الثانيه الثالثه الرابعه، يعني مش هتتعب. هتدخل على القائمه، هتسمع الحلقه الاولى او الثانيه او الثالثه وتبدا بقى بالترتيب. اظن قلت لك هتبدا منين بالظبط. انا دخلت لك على القناه وطلعت لك منها كورس التاسيس من الصفر، يعني انت مش هتدور. قائمه التشغيل هتلاقيها عندي في التعليقات او في صندوق الوصف. طب وتاني رابط، تاني رابط هيكون بتاع الازمنه والقواعد، وبرضه بالترتيب، كل حاجه بالترتيب بدايه من اول حلقه لحد اخر حلقه. طب انت عايز شهاده او فعلا عايز تتعلم انجليزي صح، القناه دي عامله تطبيق اسمه ذا امريكان انجلش. القناه دي عامله تطبيق، هتلاقي التطبيق ده او البرنامج ده هتلاقيه موجود على جوجل بلاي، اسمه ذا امريكان انجلش. التطبيق ده بقى ايه؟ مرتب لك الدنيا. ده عباره عن كورس انجليزي شامل. التطبيق ده بدايه من اول حلقه لحد اخر حلقه، وفي الاخر بتاخد شهاده، وفي تدريبات وتمارين ومتابعه مستمره. بصراحه تطبيق حلو جدا. طب تاني قناه اسمها دروس اونلاين، تاني قناه اسمها دروس اونلاين. القناه دي تحفه بصراحه، اللي بيشرح فيها ده بيشرح فيها بطريقه ممتعه، بيشرح فيها بطريقه حلوه، برضه فيها كورسات تاسيس من البدايه. دي يعتبر برضه قناه تاسيس اللغه الانجليزيه. رابط القناه هتلاقيه في التعليقات، بس كالعاده مش هتلاقي رابط القناه، هتلاقي القوائم بتاع التشغيل. يعني هتلاقي قائمه التشغيل بتبدا بالحلقه الاولى والثانيه والثالثه، تسهيلا عليك عشان ما تقعدش تدور وتبقى محتار هتبدا منين ولا ازاي. تالت قناه اسمها مستر انجلش. القناه دي بسيطه شويه، اللي هي ايه، بتبدا من الصفر الصفر يعني، ويمكن تحت الصفر بشويه. قناه اسمها مستر انجلش، زي كده مثلا ايه، كانها بتعلم اطفال لحد ما تطلعهم من الجامعه. قناه حلوه جدا برضه، بس انا افضل يعني ذا امريكان انجلش ودروس اونلاين. دول احسن قناتين على اليوتيوب ومجانيه، بلاش تدخل منصه وتدفع فلوس، بلاش يعني، دول محترفين. قناه ذا امريكان انجلش لو بفلوس الناس برضه كانت هتتابعها، لان الشرح بسيط وسلس ومش رخم. عارف انت ممكن تلاقي شرح ساعه، ساعه ونص، لا دي فيديوهات بسيطه
15 دقيقة 20 دقيقة مش هتزهق، هتحس ان في متعة في التعليم. يلا بقى عايزين نبدأ من النهاردة. الناس اللي هتبدأ من النهاردة تدخل على أول تعليق هتلاقي الروابط وتبدأ ازاي، أو إنها تفتح عند اللي هو صندوق الوصف برضه هتلاقي الروابط موجودة. وأنا كمان إن شاء الله يعني لو لقيت وقت هبدأ معاكم من الصفر، لأن أنا بحب الإنجليزي جدا يعني. ومستر إبراهيم عادل ودروس أونلاين بصراحة بيحفزوا أي حد إن هو يتعلم إنجليزي. وكده إن شاء الله هنجيب الإنجليزي في شوال، والإنجليزي ده اعتبره لغة مش مادة عليك، لغة ولازم وضروري انك تتعلمها. كده بقى خلصنا الفيديو. اي حد عنده اي سؤال او اي استفسار او لسه حيران او برضه لسه مش عارف يعمل ايه يكتب لي في التعليقات وانا هرد عليه يعني، واحاول ان انا اتابع مع الدنيا يعني. وكده يكون الفيديو بتاعي انتهى، واستناكم الفيديو الجاي ان شاء الله. واي حد عنده اي مشكلة يكتب لي في التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله.